هو كل اللي معايا كده، ودايما اقول الكلمه ديت عشان تبقى وسط ليكم. دوله زي مصر عايزه تريليون دولار تصرفه موازنه كل سنه. تريليون دولار في السنه يعني 17 18 تريليون جنيه، يعني 19 20 18 يعني ما يقرب من مثلا 20 تريليون جنيه. لما تلاقوا دخل تريليون دولار حاسبوني، غير كده لسه بدري. طب هل المبلغ ده متاح؟ لا. طب نصه متاح؟ لا. طب ربعه متاح؟ لا. اسمع، الدولة دي عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار في السنة. معاك المبلغ ده؟ انت بتتكلم على مصروفي كفاية؟ اه يا فارس. يكفي الناس كل حاجة؟ ايوه يا فارس. 20 تريليون دولار في السنة، لو الرقم ده موجود حاسبوني. 20 تريليون دولار في السنة، عارفين ادهم لي مرة واحدة وانا اخلي مصر دي عروسة. وما تستلفهمش، لو استلفتهم انت بتخربها. انت عايزين نضحك عليكم كلكم؟ يا شعبي، إنني أعرف أن هناك تقصير في مجالات كثيرة في بلدنا. تقول لي اسحاق دستوري للصحة، وانا معايا فلوس للكلام ده؟ انا الدولة مش انا عبد الفتاح. خلال 3 سنين هيبقى موجود هنا مدينة إعلام موجودة في مصر بس. وانا معايا فلوس للكلام ده؟ انا الدولة مش انا عبد الفتاح. رغم أن الأحوال الاقتصادية الصعبة في مصر كذا كذا كذا، لكن الرئيس السيسي اشترى طائرة ب500 مليون دولار. هو كل اللي معايا كده؟ انت عايزين نضحك عليكم كلكم؟ بس الناس متلخبطين، بيقولوا مش فاهمين. أبقى نجحت. الحمد لله، ربنا وفقني، الحمد لله. يا شيخ، لو قابلت أي مواطن وطلع فهمني اقبض عليه.